السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في مطبخ أم أسامة. اليوم ضمن حلويات العيد غنوجد معكم واحد الحلوى تقليدية سهلة بزاف، حلوى التمر تقليدية. أنا بالنسبة للمقادير هنا عندي واحد 200 غرام ديال الزبدة، نص كاس ديال الزيت بقياس كاس العنبة، نص كاس ديال السكر حتى هو بقياس كاس العنبة. هنا عندي واحد الطريقة ديال الملحة، هنا عندي واحد الساشي ديال الزهر، وغنعدي الدقيق على حسب الخليط. وغتستعمل واحد معلقه ديال الخل، معلقه كبيره ديال الخل، واحد راس معلقه ديال الخميره ديال الحلويات، غير راس معلقه، غير شويه ماشي بزاف، تقريبا بحال هكذا، راس معلقه ديال الخميره ديال الحلويات. اول حاجه غنبداو بها هي هذه، غنديروا نعجنوا الزبده والسكر، الساشي ديال الفاني مزيان، الساشي ديال الزهر نعجنوهم اولا. ضروري الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ باش ما كتعذبناش في الخدمه. غنضيف الزيت، نص كاس ديال الزيت، هنا غنضيف معلقه كبيره ديال الخل، ونكمل العجن باضافه الدقيق شويه بشويه، راس معلقه ديال الخميره، غير ما كتبقاش تلصق في الايد صافي كنحبس الدقيق. هنا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها ملي جمعتها، صافي ما كتبقاش تلصق في الايد بهذا الشكل هذا. صافي هي واجده، نغطيها بلاستيك غذائي وندوز باش نوجدوا العجينه ديال التمر. هنا بالنسبه لعجين التمر عندي 500 غرام ديال العجين ديال التمر، عندي معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال الزبده نوعيه جيده. نستعمل واحد القطرات ديال الروح تاع الزهر يعطينا النكهه، وعندي واحد 2 معالق كبار ديال الجنجلان اللي حمرته، وهذا خصو يكون محمر مزيان. صافي غنفرغو، غنعجن هاد العناصر. هنا هذا هو الشكل ديالها ملي جمعتها. دابا غنشكلهم على شكل اصابع. هنا كيف تشوفوا شكلتهم على شكل صبيعات، الحجم ديالهم كيوزن 10 غرام. هنا درت 10 غرام في العجين، غندير تكون زايده شي شويه، غندير 14 غرام باش يلاه كتجمع لينا على العجين. هنا كنبدا نشكل فيها على شكل هلاليات ولا على شكل كعبه بهذا الشكل هذا. كندير هذا العجين في الوسط، كنجمع عليه العجين بهذا الشكل هذا حتى كتغطى. صافي كنحربلها بهذا الشكل هذا. ممكن تخلوها على شكل اصابع اولا ممكن تقوطوها على شكل كعبه كما غندير انا. بهذا الشكل هذا صافي كنقاد لها الحواف ديالها، ها هي عندي واجده. كمل. ضروري نديروا هذه المرحله هذه، نوجدوا العجين ديال التمر نشكلوها، عاد نبداو نخدموا بهذا الشكل هذا. نشكلها على شكل هلال. سهله في التشكيل هذه. صافي غنكمل بنفس الطريقه، نرجع معكم ان شاء الله. هنا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها ملي كملتها، كتجي بهذا الشكل هذا. صافي دابا شعلت الفران، غندخلها طيب في الفران على عافيه تكون مهيله. بطبيعه الحال الفران يكون سخون من قبل، نخليها طيب في الفران على عافيه مهيله حتى كيبان لنا هاد الجنيبات ديالها تحمروا. صافي كنزلها لتحت غير واحد شويه وكطيب وتكون واجده، ونرجع معكم ان شاء الله. هنا كطيب الحلوى، ملي كطيب كيولي هذا هو الشكل ديالها.
خليتها حتى بردات تماما، خصها ضروري تبرد، تكون بارده. عاد غنديرها في السكر كلاصي. هنا عندي السكر كلاصي سبيسيال، كنفندها في السكر كلاصي سبيسيال. بغيتو تخليوها غير هكذا، كتبقى الحلاوه ديال التمر، كتجي حتى زوينه. صافي دابا انا غنكمل هاد الكميه اللي عندي كامله، غندير لها السكر كلاصي سبيسيال. صافي كنبقى كنفندها كامله حتى كنكمل الكميه اللي عندي ونرجع معكم. وهنا كيف كتشوفوا كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال التمر. حلوه تقليديه كتجي زوينه بزاف ورائعه، كتجي هشيشه. نتمنى انكم تجربوها. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك، وما تنساوش تشتركوا في القناه للمزيد من الوصفات، ودائما فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، ولي بارطاج مع الاحباب باش تعم الفائده. وشكرا.